السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم معايا وصفه جديده، يعني ماشي حاجه تاع ماكله، هذه حاجه تاع علاج. يعني الناس اللي تعاني من الجراجم، يعني باللغه العربيه اللوزتين، يكونوا ملتهبتين، يعني فيهم الميكروب، اللي عندها الكحه، السعله، اللي عندها الخرخشه في الصدر تاعها. ننصحكم بهذه الوصفه، هذه يستعملوها الكبار والصغار. نبداو في لا فيديو تسويت. اول حاجه نحتاجوها في المكونات وشنو هي؟ نحتاجو السكر القندلي، يعني هذا السكر تلقاوه يتباع عند العشاب، عند العطار، يتباع بالميزان ولا يتباع بصاشي. الصاشي الكبيره دير ب10,000، تلقاوها بالميزان ثانيك. هذه الكونتيتي اللي شيت هذه قيمه 4000 ولا 5000. بون، ونحتاجو كذلك العسل الحر، ونحتاجو زيت الزيتون اللي يكون حر وفري. هنا راح نرحو هذاك السكر القندلي طبعا، نرحيوه حتى يولي كيما هكا على هذا الشكل بودرة. شتو كيفاش ولا؟ يعني دقيه مدام ولا وسمديه، ولا اذا عندك الرحايه اخدمي بها. راح نديرو الكونزيتي اللي راح نستعملوها. انا ديت ملعقه صغيره. انا هنا راح نستعملو لبنتي. عندي بنتي تعاني من الكحة كثيرا، وعندها الميكروب في الكريج نتاعها. درت لها تريتمون تاع طبيب، ولكن ما درت لي والو. انا نستعمل هذه الطريقه حتى وكي تكون ماشي مريضه، اعتمدتها لها بلا مرض. ندير لها هذه الوصفه، نخلطها بزيت الزيتون. واللي تحب تستعمل العسل، ولكن ننصحكم البنات انكم تستعملوا بزيت الزيتون افضل وافضل، خاطشي اصلا السكر الغند اللي حلو، وتزيدوا له هذاك العسل يولي حلو بالزياده. سي بوغ سا ننصحكم انكم تستعملوا زيت الزيتون افضل. واللي ما تحبش زيت الزيتون تقدر ثاني تستعمل زيت السانغو، يعني الزيت النباتي. هاي لكم البنات كي خلط المكونات مع بعضهم. تحبوا ديروا كونتيتي كبيره وتحطوها في الثلاجه في بلاره، ولا تحبوا كذلك ديروا غير الكونتيتي اللي حنستعملوها. يعني كما قلت لكم البنات، تاخذوا برك يعني المقدار تاع النهار برك فقط، هذا مكا. بالنسبه لطريقه الاستعمال، الصباح كي تنوض بنتك ولا بنك ولا انت شخصيا، يعني على الريق قبل ما تفطري، رايحه تاخذي ملعقه. يعني للكبار تاخذوا ملعقه كبيره، وللصغار ديروا ملعقه صغيره. تاخذوها قبل ما تفطر تعطوها لها، وكذلك قبل ما ترقد في الليل تعطوا لها ملعقه. يعني راح تجيب لكم نتيجه ما شاء الله وباذن الله. يعني كما قلت لكم البنات، بالمداومه راح تلقاو نتيجه في اسبوع ولا اسبوعين هكا. يعني حتى وما يكونش هذاك الشخص مريض، ننصحكم انكم تستعملوها بلا مرض يعني، وراح تلقاو نتيجه. هنا راح نروحوا نهايه لا فيديو، ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.